هو مش فاشل بالمعنى الحرفي، بس مفيش مكان ينفع مع موهبته العجيبة دي. سبونج بوب عنده ابن عم اسمه ستانلي، وهو الفرد الوحيد الطويل في عيلة السفنج، وبسبب إنه ما بيعلوش أي شغلانة صح، أهله غصبوا عليه يروح يعيش مع سبونج بوب. ستانلي على طول ظهرت عيوبه، فضى التلاجة وقلب الحمام، بعد كده جاله فضول ناحية التلفزيون، فخرب الدنيا واتدمر. لما ستانلي عرف إن سبونج بوب بيشتغل في مقرمشات سلطع غار منه، ونفسه يبقى عنده مهنة هو كمان، سبونج بوب فكر إن أصحابه يساعدوه، فعرفوا على شفيق اللي قال له اخلص وسرع. طب يمكن ينفع عالم زي ساندي؟ وهو بيسلم عليها اتكعبل بالصدفة، واسنانه قطعت بدلة الفضاء بتاعتها. امشي يا حبيبي، شكل علم الفضاء مش ساكتك خالص. بعدها راحوا لبسيط اللي لقى إن ستانلي ما بيعرفش يعمل حاجة، ودي بالذات الحاجة اللي بسيط أستاذ فيها. بسيط حاول يعلمه يفضي دماغه، بس ستانلي ما بقاش على بعضه، فبسيط طرده وقال له انت متستاهلش تتعلم، اخرج من قدامي. في الوقت ده جه ميعاد الشغل ولبس سبونج بوب كاب الموظفين، فستانلي انهار اكتر واكتر. سبونج بوب ملقاش حل غير انه ياخده معاه مقرمشات سلطع، ومستر سلطع وافق يشغله كاشير على طول لانه من نفس نوع وريحه سبونج بوب. بس اول ما لمس مكنه الفلوس ولعت لوحدها، مستر سلطع رمى جسمه عشان ينقذ الفلوس من الحريق، وسبونج بوب شال الليله مكانه. ستانلي استقبل اول زبون، وعشان يخلد اللحظه طلب يتصور معاه بطواقي مضحكه وحركات غريبه، وساب طابور الزباين واقف ومحدش بيخدمهم. سبونج بوب اتفاجئ واستلم الشغل مكانه. بعدها مستر سلطع دخل المطبخ ولقاه مقلوب تلال وخربان، فزعق لسبونج بوب وقاله خده جدوى ليك. سبونج بوب ما بقاش قادر وقرر يقول له الحقيقه، خصوصا ان مستر سلطع بيثق فيه ورفض يشغل قرايبه الصغيرين قبل كده عشان بيحلوا المسائل ومش بتوع شغل. سبونج بوب راح يتكلم مع ستانلي، بس ستانلي كسر معلقته العزيزه، وواضح ان مفيش اسوأ من كده. مستر سلطع فهم الموضوع غلط تاني، فسبونج بوب ما بقاش قادر يكتم وطلع الحقيقه كلها. ستانلي زعل ومشي، بس مستر سلطع جت في دماغه فكره عبقريه. تاني يوم راحوا الشغل مع بعض، وستانلي توجه لمطعم دلو الصداقه اللي جنبه، وشمشون ما كانش مصدق نفسه ان اخيرا جاله طباخ شبه بتاع مقرمشات سلطع. بس فجاه مطعم دلو الصداقه بدا يتهز واتدمر بالكامل، وشمشون قال تمام، شكلها كده النهايه بالنسبه لي، انا اسف يا مدير.